رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. رمضان يعني كنافة بالقشطة. كنافة بالقشطة عندي هنا غير اي كنافة بالقشطة ممكن تكوني شفتيها او جربتيها قبل كده في حياتك. هجربها هعملها لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تابعي معايا الفيديو عشان تشوفيه. اول حاجة هنا عندنا هنبتدي بالعسل بتاعنا عشان لازم الكنافة العسل بتاعها يكون بارد، فقبل ما نبدأ فيها اصلا هنعمل عسل. معيار السكر بتاعي 4 كوبايات سكر قصادهم كوبايتين مية. نفس الكوب اللي هنعاير بيه السكر هو اللي هنعاير بيه المية. عودي نفسك يكون ده المية نص معيار السكر على طول، هيطلع معاكي مظبوط 100%. هترفعيه على النار بدون اي تقليب، واول ما يغلي هتعصري عليها نص عصرة ليمونة. سهلة خالص وما فيهاش اي تعقيد. نيجي بقى للكنافة بتاعتنا هنا. انا جبتها قبلها بيوم وحطيتها في الفريزر زي ما انتوا شايفين هي متجمده ازاي. انا علشان الناس اللي مش عندها كبه ما تبقاش محتاره او ما تبقاش عارفه تتصرف ازاي، انت هتجيبي الكنافه بتاعتك كده وبسكينه حاميه تبتدي تقطعيها زي ما انا بقطعها كده. فتفيت السكر، فتفيت السكر يا بنات، علشان هي دي اللي بتديكي قوام تحفه جدا للكنافه. زي ما انت شايفه كده القوام بتاعها. شعرايه الكنافه صغننه خالص. والزبده اللي استخدمتها هنا معايا في الوصفه هي زبده الأورباك. انضف واخف زبده ممكن تعملي بيها الكنافه او الحلويات بتاعتك على وجه العموم. حطيت هنا معلقتين 3 سكر بالكتير قوي، وقلبت فيهم الكنافه بعد ما قطعتها زي ما وريتها لكم في بدايه الفيديو. تبتدي تقلبيهم كويس جدا لغايه ما السكر يندمج مع الكنافه. والسمنه الزبده بتاعتك او السمنه البلدي اللي متوفر عندك، بس انا بحب الزبده عشان تبقى خفيفه علينا شويه. وتقلبي كده بالمعلقه لغايه ما تبتدي ان انت تعرفي هتقلبيها بايدك. والخطوه دي اهم خطوه في نجاح الكنافه بالقشطه بتاعتك. زي ما بنبس كده الدقيق بتاع الكحك بتاعنا او بتاع القرص، تبتدي تغلفي كل قطعه كنافه بالزبده بتاعتك او بالسمنه البلدي بتاعتك. افضل جدا ان يكون السمنه اللي تستخدميها تكون سمنه بلدي، لان احنا هنستخدم كميه كبيره. اوكي. وتبتدي بقى تجيبي صينية عندك. اهم حاجة الصينية تكوني مغلفاها كويس جدا بالسمنة او هي يعني يحبذ ان هي تتغلف بالسمنة، علشان طبعا عارفين ان الزبدة بتتحرق. وزي ما انتوا شايفين كده ابتديت احط في الصينية واضغط عليها جامد جدا. لو عندك صينية حجم اصغر من الحجم اللي انت بتشتغلي فيه يبقى تمام قوي، وهتجيبيها وتحطيها في قلبها وتكبسي جامد جدا. ان شاء الله هتلاقي قوام حلو جدا للكنافة بتاعتك. وتحاولي تعملي حواف زي ما موضح كده بالنسبة لك في الفيديو. ونيجي هنا للقشطة الكدابة بتاعتنا. مكونات سهلة وبسيطة، وانا كاتبها لكم هنا هي على جنب علشان ما تتوهش منك حاجة. كوبايتين لبن حطيت عليهم 4 معالق نشا، وابتديت اقلب على البارد خالص قبل ما ارفع النار تماما. وكان معايا عندي معلقتين قشطة بلدي من وش اللبن، عندك كريمة تمام اي حاجة، المهم حاجة تدعم معانا الطعم. وهنا كيس لبن نيدو فيما يعادل معلقتين لبن بودر كبير، ومعلقتين فانيليا علشان تدعم الطعم معانا. والقوام بتاعها ده كان طبعا على النار، رفعتها على النار واصبح ده القوام بتاعها. هنبتدي ننزل بيها على الكنافة بتاعتنا. اوكي زي ما انت شايفة كده قوامها عامل ازاي، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة. وبقولك ما تنسيش تحطي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو. هنسيبها خالص لغاية ما تبرد، مش هينفع ان انت تحطي الكنافة وهي لسه القشطة ما بردتش. اوكي هتبتدي بقى تحطي توزعي الكنافة بتاعتك على القشطة كده زي ما وضح بالنسبة لك. وطبعا بما ان القشطة باردة هتبتدي تضغطي براحتك ومدون اي قلق خالص، وتضغطي كده من الحواف. لو في حواف طالعه البارزه لبره تضغطي عليها. وزي ما قلتلك من شويه لو عندك صينيه مقاس اصغر من ده اكبسي بيها وما يهمكيش. دخلت الفرن، اول ما لقيت من الجناب كده ان هي خلاص قلت تمام قوي، نبتدي بقى نتكل على الله ونقلبها. وكان المنظر بجد يشهي وتحفه زي ما انتوا شايفين. الفيديو بيتكلم عن نفسه، ومنظر الكنافة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام كتير. امشي على الطريقة بتاعتي بكل حذافيرها هتطلع معاكي احلى كنافة بالقشطة. هنبتدي نسقيها بالسيرم بتاعنا، واحلى كنافة هتدوقيها وهتدعيلي.
ومش عايزة افكركم لو لسه بقى انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتعملي شير للوصفة على اي جروب على الفيس عندك، علشان الناس فعلا هتستفيد جدا من الوصفة دي. واهم حاجة ما تنسيش اللايك لو الوصفة عجبتك. واسيبكم بقى مع الجمال ده. وكنت عاملة جنبها قطايف وحشياها بقى بالمكسرات بالكاجو والبندق واللوز وجوز الهند، وكان المنظر طبعا غني عن اي كلام، مش هينفع اوصف. الطعم بقى حاجة خرافية والله العظيم. الطعم فعلا فعلا كل اللي دقها يعني قال لي احسن من الجاهزة 100 مرة، لان طبعا انا عاملاها بزبدة بلدي وحتى دهنة الصينية بسمنة بلدي، فكل حاجة كده متكلفة والقشطة متكلفة وكل حاجة تستاهل بقكم. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. اسيبكم بقى تندمجوا مع المنظر الحلو ده. قمنا ليلك وتسحرنا والمغرب أذن فرحنا، وبتمره وشفوت افطرنا، اقبل منا يا رحمن. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان، حياك بنورك أهلا نورت الدنيا، بنحبك يا شهر الخير، بخيرك وبنورك نحيا. يا رمضان حياك بقدومك نورت الدنيا، يا شهر الخير، بخيرك وبنورك نحيا. بتسابيحك ومواويلك نسعد بنهارك وبليلك، ونسرج نور قناديلك وانت منور